لما مامتك تطلب منك حاجة ابقى ركز شوية لو سمحت، ما ينفعش كده. هو انا مش زعلانه انك بتدوري على ريموت التلفزيون وهو في ايدك. انا اللي قاهرني وهيجيب لي جلطه انك بتوطي صوت التلفزيون عشان تدوري على الريموت كويس. نعم يا مام، بتقولي حاجة؟ لا يا حبيبتي، ما بقولش حاجه. ادخلي هاتيلي كوبايه ميه ريقي نشف منك ومن التوهان اللي انت فيه. ايه ده؟ ده الشاحن يا مام. وهو انا طلبت منك شحن؟ امال كنت عايزة ايه يا مام؟ التليفون؟ التليفون؟ كوبايه ميه يا ليلي، عطشانه عايزه اشرب. بس كده؟ من عينيا يا ست الكل. هي مامي كانت عايزة ايه؟ هتنزل تجيب علبه كورن فليكس وعلبتين لبن. ركز يا ابني معايا، عرفت هتجيب ايه؟ ايوه يا مامي، تمام. فين يا ابني الحاجه اللي قلت لك عليها؟ اصل الايد بتاع الخضار قافل. بتاع الخضار؟ وانا مالي ومال بتاع الخضار؟ مش كنت عايزة حزمة كرفس وحزمتين شبت؟ يعني علبة كورن فليكس وعلبتين لبن، سمعتها حزمة كرفس وحزمتين شبت؟ عوض عليا عوض الصابرين يا رب. يلا يا احمد انت وليلي، الغدا جاهز. ايه ده يا مام؟ فين الغدا؟ تصدقوا نسيت احط الاكل في الاطباق. ودي حاجة تتنسي برضو يا مامي؟ من بعد ما عندكم يا اخويا، ده انتوا ناسين حياتكم كلها، وهتاكلوا كده كمان من غير اكل. يلا كلوا.